ثانوية الصحراء مركز الأقسام التحضيرية اللي هاد السنة كيعرف جرات فيه الامتحانات ديال البكالوريا. بالنسبة كان تجرى الفترة الأولى الأقسام ديال الأولى بكالوريا علوم تجريبية خيار فرنسية، واللي كان المركز يضم 14 قاعة، ما يقرب من 226 مترشح ومترشحة، واللي دازت الأجواء إيجابية وظروف عادية، واللي كاتسمت بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. والمحطة الثانية اللي بصددها الآن حنا هي الامتحانات ديال البكالوريا، واللي عرفت واللي كيشاركوا فيها المرشحين خصوصا الشعبة ديال مسلك الأدب، واللي عندنا 17 قاعة، واللي تقريبا كاينة واحد 332 مترشح ومترشحة. هاد الأجواء ديال الامتحانات مرت في ظروف إيجابية، واللي عرفت المشاركة ديال الأطر الإدارية تقريبا والأطر التربوية والمراقبة والحراسة تقريبا واحد التعبئة ديال 60 بين الأطر الإدارية والأطر التربوية. وعرفت يومان في الامتحان الجهوي ويومان في الامتحان الوطني. مرت الظروف عادية، كانت مجموعة من الإجراءات الجديدة هاد السنة للمراقبة ديال وتتبع الجزر والغش، واللي كانت فيها الصرامة، واللي كان فيها التنبيهات ديال المترشحين قبل الدخول، وتوجيههم وإرشادهم على ضرورة الكف عن عملية الغش، وعدم إحضار الأجهزة الحاسوب ولا التليفون ولا أي شي حاجة اللي غادي تشكل عليه خطر ما يجيبوش معاه. وكانت واحد الحملة توعوية واللي تكلات لحد الساعة ما تعرضناش لأي حالة غش، وهاد الإجراءات كلشي عطات الصدى ديالها الحمد لله. واليوم حنا تقريبا في النهاية ديال الامتحانات البكالوريا كنسجلوا بارتياح الظروف اللي مرت فيها امتحانات البكالوريا هاد السنة ديال 2023. لا شوف غير هو بالنسبة للأدبية العربية سيكون عند التحضير.